النصايح اللي كان نفسي حد ينصحني بيها زمان ويفهمهاني ويقول لي عليها انك ما تكونش واضح مع كل الناس في كل تفاصيل يومك وحياتك. وضوحك ده ممكن يكون نقطة ضعف ليك هتكتشفها فيما بعد ومع الوقت. تفاصيل يومك وحياتك وشغلك وأحلامك وطموحاتك دي احتفظ بيها لنفسك، وما تقولهاش مع أي حد وفي أي وقت وفي أي مكان، لأن تفاصيل يومك اللي انت بتشاركها مع كل الناس عمال على بطال دي ممكن في يوم من الأيام على أقل خلاف بينك وبين الشخص ده ممكن يستخدمها ضدك ويضرك. فرجاء احتفظ بتفاصيل حياتك ويومك وشغلك لنفسك، بدل ما ترجع في يوم من الأيام وتندم على كل لحظة انت حكيت فيها مع أي حد كده وخلاص. احنا دايما بنقول الحمد لله عشان ربنا خلقنا وجعلنا من الناس اللي هي عينها مليانة، وخلى أبونا وأمنا ربونا على الأصول والأدب والأخلاق، ونحترم الأكبر مننا ونقدر الأصغر مننا، وما ناخدش حاجة مش بتاعتنا، وما نحسدش حد على نعمة ربنا اداها له. مش زي الناس اللي هي عندها نقص أو شبعت من بعد جوع، فلما ربنا يديها بيبقى برضو مهما كان اداها بيبقى برضو عندها نقص، والنقص ده بتكمله يا إما بالغرور أو التناكي على الناس أو التكبر، أو يبقى شايف نفسه على غيره، وكلمة الأنا يبقى دايما يتكلم بالأنا. فلو أنت من الناس اللي ربنا كرمها وخلاها عينها مليانة حتى لو كانت ظروفها صعبة، فدي نعمة كبيرة، قول الحمد لله عليها، وقول الحمد لله إن ربنا عافانا مما ابتلى به غيرنا. السلام عليكم.